فحبايبي واخواتي وبناتي خارج مصر وجوه مصر، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا القرنبيط بطريقه منشربش بيها زيت. فانا هنا ضربت الخضره اللي هي عباره عن شبت وبقدونس، ضربتها في الكبه وحطيت ميه حوالي كوبايه ميه شوب ميه كبير، ودول 3 بيضات هنحطهم عليها. يعني دي خضره اهي، دي خضره وميه، دي ضربها انا في الكبه او في المفرمه زي ما تعملها. وده ال3 بيضات هنحطهم. نحط توم، ده توم وده نشا وبيكنج باودر وحبه بهارات وحبه كركم وحبه فلفل اسمر. وده الدقيق اللي احنا هنحطه. لازم تحطي حبه بيكنج باودر ونشا عشان عشان ما يشربش معاكي زيت. قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بتضربي الخضرة بتاعته في الكبة بتبقى ناعمة وبتبقى حلوة معاكي. ما عندكيش كبة خلطيها على ايدك بالسكينة. بصي التقل بتاعها، السمك بتاعها قد ايه. بصي. وده القرنبيط سلقناه طبعا، كلنا عارفين طريقة سلق القرنبيط، وقطعناه كده زهر صغير. ودول حبة دقيق هحط عليهم حبة كركم. نحط عليهم حبة كركم على الدقيق ده، ونحط حبة بيكنج باودر عليهم وقلبي. نجهز الزيت بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده ولعنا على الزيت بتاعنا. نغطس القرنبيطة في الخلطة. غطسنا اهي القرنبيطة في الخلطة. نطلعها على حبة الدقيق دول اللي عليهم معلقة الكركم والبيكنج باودر. تحطيه بصي كده بالراحة، ما تدوسيش، بالراحة عشان يطلع مقرمش معاكي. حطي تانية واحدة تانية اهي. حطي برضو في حبة الدقيق كده، رشرشي عليه كده، متضغطيش. حطي تاني، يطلع مقرمش معاكي وحلو قوي، مش شارب زيت نهائي. بس حطي، هقولك على برضو حاجة تانية. هنحط هنا في الزيت، هنحط معلقة نشا. بصي حطي في كده اهوت في الزيت وهو سخن كده معلقة النشا. معلقة النشا دي هتعمل هتخليه ما يشربش معاكي زيت نهائي. يتحمر ونقلب. قلبي. انا عايزاه بس طالبه منكم دعواتكم ليا، كنت تعبانه شويه وادعولي. وسامحوني على التاخير على تقديم الفيديوهات بتاعتي. بس وانت بتتفرجي اعملي لي لايك قبل الكومنت، اعملي لايك لانك ما بتنسي تعملي اللايك، واشتركي لي في القناه بتاعتي. قلبي. انا عن نفسي بحب القرنبيط جدا. معلومه ليكي، عشان يفضل القرنبيط مقرمش طلعيه على مصفى من غير ورقه، من غير مناديل مطبخ، على مصفى سلك كده حطي فيها القرنبيط، يفضل مقرمش لاخر واحده والاخر قطعه فيه. ما تحطيش مناديل مطبخ، هو اصلا ما يشربش زيت يعني. يعني سامعه. بصي ما شاء الله. نقدم بقى معاه طماطم مخلله، نطلعه
هسمعك صوت القرمشه بتاعته. بصي دي معلقه النشا اللي احنا حطيناها ايه في الزيت. هنقدمهم مع طماطم مخلله. سامعه؟ بصي اسمعي، سامعه؟ اعمل بقى لان انا ايه من عشاق الايه القرنبيط.